بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. طب القلوب دواءها، وعافية الأبدان وشفاءها، ونور الأبصار وضياءها، وروح الأرواح وسر بقائها. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والسرور على كل حبايبي ومتابعيني الكرام اللي اشتركوا في قناتي واللي لسه كمان هيشتركوا. أهلا بكم بفيديو جديد، أهلا بكم داخل مصر وخارج مصر. النهاردة هعمل معاكم فيديو حلو جدا جدا، بس بفكركم بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب نوعات وصفات هدى، وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلكم لحد عندكم كل جديد. النهارده قلت لكم الطبق سريع جدا وبسيط، وهتقوموا بسرعه تعمليه، ومكوناته حلوه جدا وسهل كده وما فيهوش اي مجهود ولا اي تعب. يلا بسرعه هنعمل طبق مكرونه سباكيتي هايل. يلا بينا نقول المكونات. معايا طبعا المكرونه اللي انا هستخدمها، وده على حسب عدد اسرتك. انا طبعا مفضيه المكرونه في الصينيه اللي انا هشتغل فيها، بس انا بوريكم الكيس. عندي هنا فلفل اخضر، ممكن تستخدمي الوان، حلو جدا معاه. عندي هنا عصير طماطم بشربه بالراحه خالص بالمبشره. ممكن انت تستخدمي صلصه طماطم معاه. عندي هنا بصل مبشور، عندي طماطم متقطعه، عندي هنا الثوم متقطع بالشكل ده. عندي البهارات سهلة جدا وبسيطة. البهارات فلفل اسود، بابريكا، توابل مشكلة، مكعب شوربة وملح. ممكن تستغني عن مكعب الشوربة، والمادة الدهنية اللي انت هتستخدميها. يلا بسرعة بقى نعمل مكرونة. كل حبايب قلبي معايا الصينية اللي انا هعمل فيها المكرونة. حطيت المكرونة بالشكل ده، هنزل عليها بكل الحاجات اللي معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الفلفل، وكمان الطماطم، البصل، عصير الطماطم، والثوم، كل البهارات هنا. كل حبايب قلبي انا كده حطيت كل مكوناتي هنا بالشكل ده. هنزل عليها هنا بالميه السخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلب المكرونه كده شويه بالمكونات، بعدين اغطيها وارجع لكم تاني اوريها لكم واحده واحده. هحط كده الماده الدهنيه، كنت نسيتها في الاول، وهغطيها واسيبها تغلي واوريها لكم. الله الله على الجمال والريحه اللي طالعه من المكرونه، فظيعه، حلوه جدا جدا جدا. جربوها هتعجبكم. بقى اللايك الحلو للفيديو. بصوا انا هنا هديت النار عليها خالص في المرحله دي، وبقلب فيها عشان ما تلزقش معايا في الصينيه او في الحاجه اللي انت هتعملي فيها. فتقلبيها كل شويه كده، تسلكي فيها، وهي هتطلع معاكي روعه. مش هقدر اقول لك على الريحه، صراحه تحفه. بس كده هغطيها حبه كمان لغايه ما تستوي معايا. هي كمان قربت اساسا يعني، بس انا زي ما بقول لك حبيت اوريك المرحله دي عشان ما تسيبيهاش بقى كده، لا تقلبيها وتهدي النار عليها وهي تطلع معاكي تمام. بس الريحه ما اقولكيش، روعه. كل حبايب قلبي المكرونه بتاعتي كده استوت ما شاء الله عليها، ما كملتش حاجه معايا وبقت بالجمال ده. شايفين؟ والريحه اقسم بالله روعه روعه، حلوه جدا طريقتها وسهله جدا. شايفين؟ ما اخدتش معايا اي وقت خالص. ده انا كمان عامله كميه حلوه، شايفين؟ واستوت، والريحه والطعم حكايه الصراحه. بس تهدى معايا شويه ونغرفها ونقدمها مع بعض. شايفين الجمال؟ كل حبايب قلبي ورجعت لكم بعد ما خلصت طبق المكرونه السهل البسيط الجميل ده اللي الريحه فيه رهيبه. بصوا هحط عليه حبه صغيره كده من الزيتون، وده طبعا ده اختياري، ده براحتكم انتوا خالص. طعم بيخلي الطعم ايه، روعه. شايفين ده الجمال؟ بصوا شايفين المكرونه وجمالها. يلا بقى لو عجبكم الفيديو متنسونيش في لايك حلو للفيديو، تعليق جميل من ايديكم، واشتراك في القناه، وتفعلوا الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.